بسم الله الرحمن الرحيم. معكم زيكو، أخوكم زكريا بالعربي. طبعا حبيت أحضرها لكم مشروب مشروب الطاقة اللي هو عصير الجي. فمكونات جدا سهلة، فأنا كنت أشتري محلات وأشتري محلات عرايسي وأشتري هو إيش المشروب هذا غريب. فأنا أحب أستطلع، أحب أتلقف. كل ما أشتري حاجة لازم أتلقف أشوف إيش يسوي، إيش يحط، إيش مكوناته، وأبحث عنه. الحمد لله الحين تعلمت. فاشتريت خلاط جدا رائع. الخلاط هذا يعني شريت لأجل عصير الجي. خلط فيه بزبوز. أيوة. طبعا بعد ما نخلص يصير هيك. أهم شيء الحين نديكم الزبدة. عصير كم جي. مكون هو؟ كم مكون عصير؟ هي بصراحة عندك حليب، سكر، طبعا لب مجمد، طبعا هو يجيك مانجا. فين اجيبه؟ عندي كاميرا. عندك مانجا مجمد. ايوه كذا كويس. هيدا جوافة وهذا مانجا. هذا مجمد ها؟ ايوه مجمد، تلاقيه في الماركت، ثلاجات طبعا. يجي كيس. ايوه يجيك كيس ب7 ريال، ب5 ريال تقريبا كيس، ب6 ريال الكيس الواحد. كم جرام الكيس؟ تقدر تتأكد من كم جرام؟ طيب ايوه ما انت عارف يعني؟ لب جوافة مجمد هنا ايوه 1000 جرام. 1000 جرام. تقدر توري هذا الكاميرا 1000 جرام بس. هنا واضح. ايوه وزن صافي 1000 جرام. ايوه خلاص. ايوه كمل. طبعا جدا سهلة. عرفت الطريقة وعرفت المقادير وعرفت هذه جدا سهلة وما تكلف. ايوه زين. يعني بالعكس. تقدر تقول كم مكون؟ المكونات كم هي كلها؟ كم مكون؟ كل المكونات. واحد عندك جوافة مجمد. ايوه. 2 مانجا مجمد. ايوه. عندك حليب. قرب هنا حليب. أيوة. طبعا حليب بودرة سائل او بودر، كل واحد عادي، بس انا حبيت اني اسوي حليب بودر. ليش طعمه احسن البودرة؟ طعمه احلى كمان. يعني بدون ما اذكر هذا. طيب ايش مع الحليب. عندك الشيء الرابع هذا زبادي طبعا من عندي. زبادي عادي ها؟ ايوه زبادي عادي طبعا بريال هذا. ايوه طبعا يدي نكهه. انا حبيت الزبادي لانه يديني حاجه حلوه كذا. عرفت. المكون الخامس طبعا اللي هو عصير توت. ايوه سائل مركز. ايوه بدون تخفيف. ايوه. قربوا هنا. طبعا انا هنا. هذا العصير. ايوه كويس. هذا عصير طبعا. هذا عصير توت اللي ايوه فهمته حق رمضان. ايوه فهمته طبعا تونو اي نوع. فانا سكبته في الكاسه عشان ما يسوي لي قبل شوي. اقول لك هذا وعندك الخامس. ايوه سكر خشن ولا ناعم؟ نتاكد. خشن ناعم عادي كل واحد. سكر. طيب والمكون السادس طبعا شيء اساس. ايش هو؟ مويه. الماء هذا هو. ايوه طيب الخطوة الأولى يا طويل العمر إني أقطع المانجا فوق. تقدر تحطه هنا تقطع عشان هنا عندك كاميرا. نحن قطع المانجا. هذا المانجا طبعا مجمد. وهذه السكينة طبعا نقطعها بهذه الطريقة. طبعا مجمد حيتعب شوية، لازم السكينة قوية بهذه الطريقة. زيكو باقي له 5 دقائق الفيديو. نقدر نسوي بسرعة ليش؟ طبعا تحطه في الخلاط. ايوه طبعا على مزاجك حسب الكمية اللي تبغاها، حسب الاشخاص، حسب كم كاسة. طبعا خلاص انا كذا الحمد لله حافظ كم الكمية احطها واقدر اسوي كم كاسة. الحين قطعت المانجا والجوافة. وهذه جوافة. ايوه خليه بس مقطع اللي هنا خليها. ايوه شوف. ايوه هذا جوافة مقطع. هذه جوافة طبعا مجمدة. تحطها في الخلاط. ما طبعا بامكانك تحط مكعبات ثلج
يعني عشان تطول العصير، يعني ما بتشرب على طول ممكن تطول شوية، تحط مع ثلج. طبعا نحط حليب ايوه. بودر حسب كم ملعقة؟ 4 5 3 ملاعق حسب الكمية اللي انت حاطها. انت حطيت 3. ايوه. 3 ملاعق، هذه الرابعة 4 ملاعق. أيوة. طبعا هذا زبادي، طبعا زبادي مش لازم، بس انا احب اني احط زبادي يعني يديني نكهة. ينكهوا هي. ايوه يديني نكهة كذا، حاجة كذا يعني احس فيها حموضة كذا خفيفة. طبعا هذا انا سويت، حطيت فيه زبادي وطلع حاجة كويسة حلوة، ملعقتين قليل بس. طبعا هذا السكر. كم ملعقة سكر؟ السكر 5 ملاعق، 1 2 3 4 5. بإمكانك مع الخلط وهذا بعد كذا تجرب شوف الطعم كيف، طعم السكر زايد ولا ناقص. زايد بتحط فيه ثلج. بعد كذا نسكب الموية. ممكن كم كاسة؟ الموية ايوه لو بالضبط يعني. الموية تبي تحط تقريبا هذه قارب كاستين. كاسين كاسين كبيرة. كبيرة. ايوه تسكبها. بس بإمكانك تحط شوية وتشوف إذا كان العصير طبعا ثقيل شوية بتزود الموية حسب. طيب معلش قبل ما نبدأ تقدر تقول خطوات كذا بالترتيب كيف حطيت انت؟ حطيت طبعا لب الجوافة اول شيء. ايوه. ولب المانجا مجمد ايوه. او صال، طبعا لازم تقطع عشان الخلاط يخلط تمام. حطيت حليب بودر. ايوه. 4 كاس 4 ملاعق عفوا. حطيت زبادي ملعقة، طبعا زبادي من عندي الهادي. وحطيت سكر 4 ملاعق. ممتاز. فارق 4 ملاعق. وبعد كذا وبس حطيت سكبت المويه. ايوه. كاستين مويه في الاخير. ايه مويه في الاخير. أيوة. بإمكانك تحط ثلج، مكعبات ثلج عشان يطلع كويس. طيب تقدر تقرب الخلاط شويه هنا مكان الاخضر عشان يبان اوضح. طيب ناخذ اخضر. طيب يلا نحط خلاط كذا بنضرب الخلاط. حطه على اليسار شويه بالتمام كذا خلاص. وكذا حنضرب أيوة. جامد طبعا. المشروب الفرق لما تحط ثلج، مشروب سائل شوية. طبعا لما تحط ثلج بيكون شوية يعني ماسك، عرفت؟ ثقيل كذا شوية. بس أنا ما حطيت ثلج، يكون غليظ. أيوه لأنه نفس المانجا والجوافة كان مجمدة، فعادي كذا يعتبر بارد، شيء طبيعي ينشرب على طول. لما نحط ثلج بيكون غليظ شوية. انت جالس تتاكد من ايش؟ طبعا انا عندي الحين مشكله انه المشروب سائل مره، فبامكاني اني ازود. انا ما عندي ثلج عشان كذا ازود الجوافه شويه عشان يهدى المشروب. طبعا المشروب هذا معروف، عصير جي، مشروب الطاقه طبعا بالرياضيين، حاجه كويسه، مشروب حلو صحي. طبعا انا زودت الجوافه وانا حزود المانجا ايضا. اوكي خلاص دقائق كبيرة. كذا انتهيت الحمد لله. ما شاء الله. بهذه السرعة. وطبعا احنا جبنا هنا هذه كاسة، وجبنا هنا توت. طبعا التوت للتزيين فقط. شوفوا الطريقة، شفتوا الطريقة واضحة هي في الكاميرا؟ ايوه بس قرب شوية. ايوه. حط التوت في الطرف هنا، حط التوت. هذه التوت هذه الطريقة. أيوة. واسكب العصير. خلاص قربوا هنا عند الكاميرا معلش بسرعة. وكذا انتهينا. قرب هنا. أيوة.
إذا انتهينا.